الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مقطع جديد. نبدأه كالمعتاد بالصلاة على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من خلال هذا المقطع نتعرف وإياكم على طريقة إنشاء الطقم الخاص بي في لعبة دريم ليج 2022. كيف يمكنني إنشاء وتصميم طقم خاص بي وإضافة الألوان أو الرموز أو الأعلام الخاصة بي على هذا الطقم. خلونا نبدأ سريعا، وحتى لا أطيل عليكم المرجو منكم الضغط على زر الاشتراك، وأيضا وضع لايك للفيديو وكتابة رأيكم في التعليقات. نحتاج للقيام بهذا الأمر وهو إنشاء أطقم في لعبة دريم ليج. نحتاج إلى تطبيق بيكس آرت يمكنكم تحميله من متجر إبليه، ونحتاج أيضا إلى تطبيق بيكس لاب وأيضا يمكنكم تحميله من متجر إبليه. وفي حال أردتم التواصل معي أو واجهتكم أي مشكلة بإمكانكم التواصل معي عبر حسابي الشخصي في فيسبوك، وأيضا عبر حسابي في انستغرام، وسأضع لكم الروابط في التعليق المثبت بإذن الله. سندخل الآن إلى تطبيق بيكس آرت كخطوة أولى، وحتى نقوم بتصميم هذا الطقم نحتاج الدخول إلى تطبيق بيكس آرت كما شاهدنا. ثم بعد ذلك، وهي الخطوة الأولى، أقوم بالضغط على إشارة الزائد الموجودة في الأسفل. بعد ذلك سأنزل إلى الأسفل حتى أصل إلى آخر خيار، وهو خيار الخلفيات الملونة كما نشاهد. أختار أول خيار وهو عبارة عن خلفية فارقة أو صورة فارقة كما نشاهد. أقوم بالضغط على هذا الخيار، ثم أنتقل إلى خيار لاصق الموجود في الأسفل من هنا. بعد الضغط على خيار لاصق سأذهب إلى عنوان البحث الموجود في أعلى الزاوية اليمنى، ثم بعد ذلك سأبحث عن اختصار لعبة دريم ليج وهو DLS. بعد ذلك، بعد أن أقوم بالبحث عن هذا الاختصار، سيظهر لي بعض الرموز وبعض الشعارات وبعض الأطقم عن لعبة دريم ليج. هذا لا يهمني، سأنزل إلى الأسفل حتى أجد الطقم الفارق. هنالك طقم فارق باللون الأبيض سنجده هنا كما نلاحظ، هذا هو الطقم. أقوم باختيار هذا الطقم والضغط عليه، ثم بعد ذلك سأنتقل إلى هذه الصفحة أو هذه الصورة. سأقوم بتكبير هذا الطقم بعض الشيء، ثم بعد ذلك سيكون هذا الطقم جاهز. بإمكاني الآن اختيار لون الطقم. هنا سيكون اللون أبيض كامل في لعبة دريم ليج، أو الطقم سيكون لون أبيض كامل. إذا ما أردت تغيير لون هذا الطقم، سأقوم بإضافة صورة من هنا. سأقوم بالضغط على إضافة صورة، ثم بعد ذلك سأقوم بالبحث عن لون الطقم. أقوم بالضغط كما نشاهد هنا على كلمة بحث، وأختار اللون الذي أريد. مثلا أريد لون أحمر، أقوم بالبحث عن كلمة أحمر كما نشاهد، ثم بعد ذلك سأختار صورة باللون الأحمر، مثلا هذه الصورة. بعد ذلك أضغط على إضافة في الأعلى، ثم بعد ذلك أقوم بقص الصورة. أختار اللون الأحمر فقط مثلا كما نشاهد الآن كما نشاهد. أقوم بتكبير الصورة بعض الشيء وإضافتها على التيشيرت كما نشاهد، وأقوم بتغطية التيشيرت بشكل كامل كما نشاهد الآن. هنا سيصبح لون التيشيرت باللون الأحمر، في حين سيكون بقية الطقم باللون الأبيض. الآن أصدقائي أريد طبعا أستطيع التحكم بلون الشفافية فقط. الضغط على الصورة والتحكم بلون الشفافية كما نشاهد الآن. أصدقائي، أريد إضافة شعار على هذه الصورة. مثلا أريد التصميم لطقم للمنتخب الفلسطيني. أقوم بالضغط مثلا هنا على خيار لاصق، وبعد ذلك ستظهر لي هذه اللاصق. أقوم بمسح دريم ليج وأبحث عن كلمة فلسطين. الآن هنا ستظهر لي شعارات فلسطين. سأختار الشعار الذي أريد. مثلا أنا سأختار هذا الشعار. أقوم بالضغط على هذا الشعار، ثم بعد ذلك أقوم بإضافة هذه الصورة على الطقم، على القميص أو على التيشيرت الخاص بفلسطين. الآن كما نشاهد هنا قمت بإضافة هذا الشعار. بإمكاني تغيير
الألوان الأخرى في هذه الصورة، لكن هنا أنا أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم. بإمكانكم إضافة أي رمز وأي علم وأي صورة. الآن بعد القيام بهذا الشكل أقوم بالضغط على إشارة الصح الموجودة في الأعلى أو إشارة الحفظ الموجودة هنا. سأقوم بالضغط على إشارة الحفظ. بعد ذلك بعد أن يتم حفظ الصورة كما نشاهد أخرج من تطبيق بيكست-ارت لأنه انتهى عملي في هذا التطبيق، أنتقل إلى تطبيق بيكست-لاب كما نشاهد الآن. من هنا سأقوم بالدخول إلى هذا التطبيق. بعد ذلك سأقوم بالضغط على الثلاث نقاط الموجودة هنا في الأعلى، وسأختار منها الخيار الأول استعمال صورة من المعرض، وسأقوم باختيار الصورة التي قمت بتصميمها قبل قليل. هذه هي الصورة، أقوم باختيارها ثم أقوم بالضغط على اختيار من الأعلى. والآن كما نشاهد أقوم بالضغط على إشارة الصح الموجودة في الأسفل كما نشاهد الآن. أصدقائي كما نشاهد هنا أصبح الطقم جاهز عندي على هذا التطبيق. أقوم بالضغط على إشارة الحفظ الموجودة هنا في الأعلى. بعد ذلك أقوم باختيار حفظ الصورة الخيار الثاني. وبعد ذلك هنا هذه الخطوة مهمة جدا، أقوم بالضغط على هذا السهم ثم بعد ذلك أختار منخفض، جودة الصورة تكون منخفضة، أختار خيار منخفض ثم بعد ذلك حفظ الصورة. الآن بعد أن قمت بحفظ الصورة في هذا التطبيق انتهى عملي أيضا في هذا التطبيق. أذهب إلى جوجل كروم وأبحث عن هذا الموقع، وهو موقع توب فور كما نشاهد الآن، توب فور توب. الآن بعد البحث عن هذا الموقع سيظهر لي هذا الموقع كأول خيار. سأقوم بالضغط على أول رابط وبعد ذلك سيتم تحويلي إلى هذا الموقع. الآن سأنزل إلى الأسفل وأختار خيار الملف الأول، أضغط على خيار اختر ملف أو اختيار ملف، أختار بواسطة الملفات وأختار الصورة الأخيرة التي قمت بإنشائها عبر تطبيق بيكست-لاب. الآن أنزل إلى الأسفل وأقوم بالضغط على رفع الملفات. بعد القيام بالضغط على رفع الملفات سأختار الخيار الثالث وهو خيار رابط الصورة مباشرة. أقوم بالضغط على الرابط ضغطة واحدة ثم بعد ذلك ضغطة مرة ثانية وبعد ذلك أقوم بالضغط على كلمة نسخ. الآن انتهى تصميم الرابط أو الرابط أصبح جاهز، رابط الطقم. أقوم بالخروج من الخطوة الثالثة وهي موقع توب فور توب، أذهب إلى دريم ليج الآن حتى تتم عملية تجربة هذا الطقم بإذن الله. الآن أصدقائي بعد كما تعلمون عن طريقة إمكانية تغيير الطقم، الجميع أو الكثير يعرف هذه الطريقة، الذهاب بعد الدخول إلى لعبة دريم ليج الذهاب إلى هذا الخيار، خيار التعديل، ثم بعد ذلك أقوم باختيار خيار تحرير الطقم كما نشاهد من هنا، ثم بعد ذلك أقوم بالضغط على حذف إذا كان هنالك طقم، أقوم بالضغط على حذف ثم بعد ذلك أجل، وبعد ذلك أقوم بالضغط على خيار شعار مخصص أو طقم مخصص عفوا. الآن أقوم بلصق الرابط الذي قمت بنسخه ثم الضغط على تأكيد. كما نشاهد الآن جاري تنزيل الطقم، تم تنزيل الطقم بنجاح. هنا نشاهد أصبح الطقم عندي جاهز، طقم فلسطين بهذا الشكل وبهذا اللون الجميل وبشعار فلسطين على الطقم أو على القميص من الأمام. أتمنى أن الجميع يستفاد من المقطع. في حال كان لديكم أي أسئلة أي استفسارات ستجدون روابط التواصل معي عبر فيسبوك انستغرام في التعليق المثبت بإذن الله. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذا المقطع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.